فانت ما تشيلش المدرب الليله. الراجل عمل ماتش كويس، ما عملش زي مباراه مودرن سبورت، ما عرفش يتصرف فيها وما عرفش يصنع اصلا فرص فيها، ولا عرف يخلق فرص للعيبه ان هي تقدر تسجل منها. انما المباراه دي انت قدرت تخلق فرص وقدرت تروح على المرمى كتير وضيعت كتير، وجاب كره في القائم وكره في العارضه. لا انت ضيعت، بس ما كانش في توفيق وكان في رعونه من اللعيبه. فانت لعيبتك مش معفيه من الانتقاد، لازم تنتقد اللعيبه، لازم تشد على اللعيبه عشان المباريات الجايه ما يحصلش نفس اللي حصل ده. انا العند دلوقتي، انا كحسين انا متفائل بالمدرب، عايز الراجل ياخد فرصته كامله. المستوى الفرقه بيعلى من مباراه للتانيه، بنشوف كميه الفرص اللي انت بتخلقها في المباراه، مع طبعا عوده امام عاشور وزيزو اتحرر على الطرف، وامام وبن رمضان في القلب، مع وجود بن شرقي الناحيه التانيه. وممكن ان انا اقعد زي تريزيجيه بقى على الدكه شويه عشان خاطر يفوق شويه. لا شكل الفرقه ممكن يختلف عن كده بكتير. فانت بتتكلم ان الفرقه لا بتقدم شكل كويس، الفرقه بتلعب كويس في الملعب. اه الوم على الراجل ان هو ما غامرش في المباراه، ممكن الوم عليه في دي، في حته. انما التبديلات هي دي الاوراق المتاحه معاك بره، ما معاكش حاجه تانيه. انما الوم عليه ان هو مثلا ما دخلش شريف جنب جراديشار ولعب باتنين مهاجمين، ما دخلش بن شرقي مثلا وجاب حسين الشحات من على الدكه، او طلع زيزو طبعا مثلا على الطرف وخرج بن رمضان عشان بن رمضان معاه انذار. دي اللي ممكن الوم على الراجل فيها، ان هو فعلا ما غامرش وما جازفش ان هو ينزل يلعب باتنين مهاجمين ويزود ويعمل كثافه عدديه جوه الصندوق عشان خاطر يقدر ان هو يحرز هدف. دي اللي انا الوم على الراجل فيها فقط لا غير. انما الراجل كتشكيل لعب بالتشكيل المناسب من اول مباراه، كفرص فرقتك قدرت تخلق فرص كتير في المباراه، بس سوء حظ وسوء توفيق ورعونه من بعض اللعيبه هي اللي ادت بالنتيجه لكده. فانت لعيبتك مش معفيه من الانتقاد، بكررها بالمره المليون في الفيديو ده، لعيبتك مش معفيه من الانتقاد. مش لازم كل مباراه امسك الخرزانه للمدير الفني وافضل انتقد فيه وافضل الوم عليه ان هو السبب وان هو اللي ورا شكل الفرقه وان هو اللي ورا التعادل. حقك تتضايق، كلنا متضايقين طبعا من البدايه ان احنا فرطنا في الاربعه بونت دول. بس انا متفائل باللي جاي، متفائل بالراجل، حاسس ان الراجل هيقدم حاجه كويسه مع الاهلي وهيقدم موسم كويس مع النادي الاهلي. ومش عايزك تنتقد الراجل كتير، مش عايزك تيجي على الراجل كتير. اللي يستاهل الانتقاد بجد في المباراه دي هي لعيبه النادي الاهلي.